كرة القدم رياضة لا تعترف بالرحمة، لكن قد تبني إمبراطورية خلال 10 سنوات، لكنها قد تسقط في موسمين فقط. جماهير تهتف باسمك، وخصوم يخافون منك، وبطولات تتراكم في خزائنك، لكن فجأة أخطاء إدارية وقرارات متسرعة ورحيل نجم ومدرب يفشل وتبدأ القصة في الانهيار. نعم، اليوم سنتحدث عن 3 إمبراطوريات كروية لم يسقطوا بسبب مباراة واحدة، بل بسبب سلسلة قرارات خاطئة غيرت تاريخهم بالكامل. أول إمبراطورية سنتحدث عنها هي برشلونة، من السحر إلى الفوضى. برشلونة 2015 كان هذا الفريق، كان برشلونة يقدم أحد أجمل مواسم كرة القدم في تاريخ كرة القدم على الإطلاق. ثلاثي MSN، كان يملك ميسي ونيمار وسواريز في فريق واحد، أكثر من 120 هدف في موسم واحد. تخيل الفريق فاز بالثلاثية، وكان يبدو أن الحقبة ستستمر لسنوات طويلة. لكن ماذا حدث؟ الإدارة بدأت ترتكب أخطاء كارثية جنونية. تم بيع نيمار واستلم النادي مبلغا كبيرا جدا ضخما، لكن بدلا من البناء الذكي للنادي وبناء الفريق تم صرف الأموال في صفقات فاشلة. كوتينيو وديمبلي وغريزمان لم يقدموا شيء للنادي، مبالغ خيالية لكن بلا انسجام، بلا هوية واضحة. ثم جاءت ليلة لشبونة، ليلة خسر فيها برشلونة 8-2 أمام بايرن ميونخ. ليلة كشفت الحقيقة، الفريق كان يعيش على بقايا الماضي. ثم جاءت الأزمة المالية، ديون تجاوزت $1,000,000,000 على النادي، ورحيل ميسي. هنا لم يسقط فريق فقط، بل سقط مشروع بالكامل. وهكذا عرفنا كيف انهارت إمبراطورية برشلونة 2015. ثاني إمبراطورية مانشستر يونايتد. عندما قابل قائد مانشستر يونايتد، اسم كان يعني السيطرة في إنجلترا بالكامل من 1992 إلى 2013. حقبة السير أليكس فيرغسون، رجل صنع شخصية نادي كاملة حتى لو كان الفريق متأخر. كنت تعرف أنهم سيعودون، لكن في 2013 اعتزل فيرغسون. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنساتي سادتي، واليوم الكبير لأنه سيعني يوم الوداع ويوم الفراق لسير أليكس فيرغسون في ظهوره الأخير في ملعب الأحلام. أحقنا أن عهد الوصل ولا وأن زمان فرقتنا تداعى. كتبنا عندما جئنا ودادا ونحن اليوم نقرأها وداعا. ومن تلك اللحظة بدأ الفراغ. الإدارة لم تكن مستعدة. تم تعيين مدربين بأفكار متضاربة، مويس وفنخال ومورينيو وسولشاير. كل مدرب يبدأ بمشروع ثم يقال قبل أن يكتمل. مليارات صرفت على لاعبين لكن بدون خطة طويلة المدى. أصبح النادي يتخبط، هوية ضائعة، ضغط جماهيري، إدارة تركز تجاريا أكثر من رياضيا. والنادي الذي كان يسيطر على أوروبا أصبح يقاتل فقط للعودة لدوري الأبطال. السقوط لم يكن مفاجئا بل تدريجيا ومؤلما. ثالث إمبراطورية ميلان. عندما ينتهي الجيل الذهبي، ميلان زعيم أوروبا في 2003. ثم 2007 فريق يضم كاكا ومالديني ونيستا وبيرلو وسيدور، تشكيل مليئة بالقادة. لكن المشكلة بدأت عندما كبر الجيل ولم يتم تجديد الدماء في الوقت المناسب. الإدارة تأخرت في إعادة البناء، وتم تغيير الملاك، وتراجعت الاستثمارات. النادي دخل في سنوات مظلمة، مراكز متأخرة في الدوري، غياب متكرر عن دوري الأبطال. جماهير سان سيرو كانت تملأ المدرجات بالأمل، لكن الفريق لم يكن قادر على المنافسة. السقوط هنا لم يكن بسبب هزيمة، بل بسبب عدم التخطيط للمستقبل. وفي نهاية المقطع الدرس واضح في كرة القدم، لا يكفي أن تصنع جيلا ذهبيا، الأصعب أن تحافظ عليه أو تبني بعد جيلا جديدا يرثه من بعده. كل إمبراطورية تسقط إما بسبب الغرور أو سوء الإدارة أو التأخر في اتخاذ القرار. والآن السؤال، من الإمبراطورية القادمة التي قد تهتز؟ هل هناك نادي يعيش على لحظة ذهبية الآن لكن مستقبل مقلق؟ اكتب رأيك في التعليقات. إذا عجبك هذا النوع من المحتوى اعمل لايك واشترك في القناة عشان نصل 10,000 مشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.